كيفكن وأهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ فرح هابينس كيتشن. أنا فرح، وإذا أول مرة بتشوفوا قناتي لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. واليوم مشوارنا رح يكون جولة بشوارع دمشق وجولة سريعة بالحميدية. تعالوا نروح سوا. بلشت جولتنا من الفحامة باتجاه البرامكة ومنها للحريقة وبعدين متحف باشا. أجواء كتير حلوة، تعالوا نستمتع فيها سوا. وصلنا وصفينا بساحة الحريقة. مثل ما شايفين الأجواء حلوة والسما صافية. هون في كتير محلات وبسطات وفي كمان عربايات تماري كعك، أكلة شعبية طيبة ومميزة. تعالوا نجربها سوا. حبينا نجربها من عند ناصر. هالأكلة عبارة عن خبز أو عجين خاص بهالأكلة، بيحطوا له دبس وطحينة وسمسم محمص وسكر بودرة وكمان شقفة خبز. هون حسيتها مثل التورتيلا، وهلأ صاروا يطوروها ويحطوا لها ممكن شوكولا أو لوتس أو حتى أحيانا بيحطوا لها موزة وبعدين بلفوها. عن جد أكلة مميزة، أكيد كتير منكم إذا أجيتوا على الحريقة أو أي مكان بالشام ممكن تجربوها، واكتبوا لي من أي بلد عم تتابعوني. وإذا بتحبوا نزلكم وصفة للتماري كعك. وهلأ صارت جاهزة، خلونا نجربها سوا. شوفوا شكلها شو بيشهي وريحتها ولا أطيب. وما استنيت لحتى أختي تجربها وتقلكن رأيها، حبيت دوقها ورجيكن إياها وقلكن رأيي فيها. أكلة كتير طيبة لا يعلى عليها. وهلأ تسنيم عم تدوقها لتقلنا رأيها فيها. ومثل مو شايفين مبينة إنه أول مرة بتاكل تماري كعك، كتير حبتها وأكيد كلكن لازم تجربوها. كملنا طريقنا باتجاه الحميدية، بس لفتت نظري واجهة هالمحل. طريقة العرض كتير حلوة ومميزة، حبيت فيها طريقة تنسيق الألوان وطريقة العرض الحلوة. حتى بهالجهة من المحل بتحسوا إنه كل قطعة أخذ حقها بالعرض. وإنتوا عطوني رأيكم بهالواجهة الحلوة والمميزة. وصار وقت كاسات عصير بردقان الفريش مع التلج يلي بيبرد القلب.
حابة أخدكن على سوق ما كتير بينذكر بس بيسموه سوق تفضلي، وهو عبارة عن محلات مختصين ببيع القماش، قماش بدلات أو أي نوع قماش عم تدوروا عليه خصوصي باللبس. ومن كتر القمايش الحلوة يلي شفتهم كتير تمنيت تكون عندي مناسبة لحتى خيط له، ودرنا الدورة ووصلنا لعند الحميدية، بس هون آخر الحميدية عند الجامع الأموي، ورح كمل بهذا الاتجاه لحتى أوصل لعند القلعة. ما في أحلى من الحميدية وزحمتها. وهلا وصلنا لعند قلعة دمشق. عن جد شوفوا هالقلعة شو حلوة، يلي هي مثل ما خبرتكم قلعة دمشق. ومشيت بهالاتجاه من الطريق قلعة دمشق على يميني، كملت باتجاه الحميدية. وهلا وصلنا على طرف الحميدية. هون مثل ما شايفين في كتير محلات للأراجيل بأشكال وألوان مختلفة. وشوفوا لي الحميدية وعجقتها، وهو أطول سوق مسقوف بدمشق، بطول 600 متر وعرض 15 متر وارتفاع 8 امتار، وتم بناؤه على مرحلتين. وبيقولوا إنه إذا اجيت على دمشق وما زرت هالسوق كأنك ما زرت دمشق أبدا. وإنتوا زرتوا دمشق من قبل وين بتحبوا تروحوا؟ وما بتكمل جولتنا من دون ما نشتري شوية سكاكر طيبة، ريحتهم ولا أطياب، فريش وطرايا وطعمتهم كتير طيبة. حبيت كيف الشاب عامل هي طاولة وفيكن تنقوا بإيدكن وبيعطيكن كفوف. تخيلوا إنه كل هالأنواع صنع في سوريا، والأحلى إنه عن جد أطيب من الأجنبي أو يلي منجيبه من أي بلد، وكل هالمنتجات حلال، ما اضطرينا نسأل شو المصدر لأنه كله صنع في سوريا. احترت شو إلكن أي أكتر سكرة مفضلة عندي من بين كل التشكيلة، كلهم كانوا طيبين، وانتو اي اكتر شي من هدول يكون مفضل عنكم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا لليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا معي. أكيد لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. استنوني بالفيديوهات الجاية. بحبكم كتير. يلا باي.